في قلب الصحراء حيث يروي التاريخ قصصه، تتراقص الألوان لتحكي حكايات الأجداد. فنان تحركه فرشاته بشغف وحنين ليرسم تفاصيل الماضي ويعيد للذاكرة حضورها. في كل لوحة تنبض الحياة، وفي كل خط يتجدد عشق الوطن. دعونا نغوص في عالمه حيث يتحدث الفن وتبعث الذكريات. فنان يحتضن تراثنا بيديه ويجعل من كل لوحة قصة تحكى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الفنان التشكيلي خالد الزهيري، هاوي للفن التشكيلي. ورسالتي بالفن التشكيلي بالذات أنه أدور على كل شيء قديم يخص المملكة العربية السعودية من يوم التأسيس إلى يومنا هذا. تكون الصور أبيض وأسود، وأحب أني أجسدها بألوان الطبيعة اللي كانت موجودة فيها المملكة العربية السعودية. طبعا هذه نبدأ من لوحاتي موجودة بالخلف، تحاكي منطقة الرياض وتحاكي الدرعية وبعض مباني في مناطق في المملكة، عرقة وغيرها وإن شاء الله تعالى عندي طموح لأكثر من كذا، لكل معالم موجودة في المملكة العربية السعودية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، وكل شيء أحب أني أوثقه التوثيق اللي إن شاء الله يطلع الصورة الحسنة لأجيالنا القادمة. عندنا أجيال الوقت الحالي في بعض رسومات رسمتها المنطقة الرياض يقول لك هذه الدرعية، الجيل الوقت الحالي لأنه ما حضر الأشياء هذه اللي موجودة فيها. حبي للتراث القديم، لبيوت الطين المشيدة التي أنا عشت فيها، حسيت بدفاوتها، حسيت بالحب، حسيت فيها التراحم والتواصل اللي فيها، يعني غير عما الوقت الحالي ما بين المباني الحديثة.